بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من شبكة سلام الإعلامية وفي حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. نلتقيكم في الحلقة الثامنة. عنوان الحلقة اليوم بإذن الله هو كيف نربط أبناءنا وبناتنا طبعا باللغة العربية. آمل مشاهدي الكرام أن نبحر وإياكم في ما يفيدنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. نحن في الإعداد وأنتم في المشاهدة، ثم تنقلب الآية لتكون أنتم المرسلين ونحن المتابعين والمستقبلين لآرائكم فيما يخص هذا البرنامج وغيره. وفي البدء نقول اللهم يا فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، نسألك اللهم بأسمائك العلى وصفاتك الحسنى أن تحفظنا من كل سوء، وأن تمتع أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا، وسهل لنا من أمر حياتنا ما يربطنا بالآخرة. وأصلي وأسلم على خير الهادي أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وعثرته والصحابة أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إن حب اللغة العربية والافتنان بها وتعلم آدابها وكذلك التبحر في آدابها وقواعدها هو جزء من أمر الدين الحنيف. وفي الحلقة السابقة عزيزي المشاهد كنا قد تحدثنا عن نماذج عن الخلاوة التي رسخت وثبتت أركان اللغة العربية في إريتريا، وفاتني أن أشير في مناطق معينة مما تفضل به الأصدقاء والأحباب في إفاداتهم بأسماء بعض الخلاوة. في منطقة بيت جوك وفي منطقة باشري تحديدا كانت هنالك خلوة الشيخ محمد نور زرقوم، شقيق الشيخ الداعية الكبير الأستاذ محمد علي زرقوم، ونسأل الله أن يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية. كذلك كانت خلوة الشيخ عبدو زرآي بعد فترة الشيخ محمد نور، وخلوة الشيخ عثمان محمد خير أو عثمان حمد خير، وكذلك الشيخ سعد علي نور، وخلوة الشيخ في منطقة حمل مالو خلوة الشيخ محمد، وكانت قبلها في منطقة وازنتت أو في منطقة وازنتت تحديدا نذكر خلوة الشيخ محمد علي زرقوم، مؤسس ومدير المعهد الدين الإسلامي في منطقة وازنتت، ثم انتقل إلى مدينة كرن الأبية. وكانت هناك خلوة الشيخ محمد علي إدريس وخلوة الشيخ محمد آدم حبوب، وتلك كانت في منطقة وازنتت. وفي منطقة بدة عزيز المشاهد أفادني الزملاء كانت أكثر من 10 خلاوة، أشهرها كانت خلوة الشيخ كيو، وخلوة الشيخ حج عبد الله، وخلوة الشيخ عثمان عري نيكر إذا ما غلطان، وخلوة الشيخ محمد سيد، وخلوة الشيخ عبد الله براي. هذه نماذج من الخلاوة التي أشرنا إلى جزء كبير منها في الحلقة السابقة. والآن سيداتي سادتي نتحدث عن الخلاوة أو عن موضوع كيف نربط أبناءنا بحب اللغة العربية.
لكن قبل هذا وذاك دعوني سيداتي سادتي باسمكم جميعا أن نحيي شاعر هذه القصيدة الرائعة التي يحفظها كثير من الناس. وحقيقة أنا شوية ما قادر أتذكر من كاتب هذه القصيدة، لكن نحييه على هذه القصيدة، وهي من القصائد القديمة وقصيدة معبرة جدا جدا. فدعوني أتحدث أو أقرأها ثم ندخل إلى كيف نربط أبناءنا باللغة العربية. يقول الشاعر: لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها. لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها. لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها. لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها. نزلت في كل نفس وتمشت في دماها. فبها الأم تغنت، وبها الوالد فاها، وبها الفن تجلى، وبها العلم تباهى. كلما مر زمان زادها مجدا وجاها. لغة الأجداد هذه رفع الله لواها. فأعيدوا يا بنيها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجاها. لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها. لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها. أنا أحيي باسمكم جميعا هذا الشاعر المجيد الذي كتب في حب اللغة العربية. يمكن في حلقة من الحلقات نبحث عن شاعر هذه الكلمات الجميلة، هذه القصيدة المعبرة القوية، ونتحدث عنه بإذن الله. الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة فاصل قصير، ونتحدث عن عنوان البرنامج: كيف نربط أبناءنا باللغة العربية. كونوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه شبكة السلام الإعلامية، تتابعون عبر برنامج مع اللغة العربية. أحييكم مشاهدي الكرام وأرحب بكم مع فريق العمل في شبكة سلام الإعلامية في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية. فيما يتعلق بموضوع أو عنوان هذه الحلقة: كيف نربط أبناءنا باللغة العربية. طبعا لا نستطيع أن نتناول كل الأدوات التي يمكن أن تساعد أبناءنا لنربطهم باللغة العربية، ولكن ربما نشير إشارات عابرة، وفي نفس الوقت نؤكد على أن لكل شخص طريقته في ربط أبنائه باللغة العربية. ولماذا نخص الأبناء؟ عندما نقول الأبناء والبنات عموما، لماذا؟ لأننا نود أن نغرس حب هذه اللغة في نفوس أجيالنا القادمة وفي الشباب والأطفال، لأننا بحوجة ماسة إلى غرس تلك القيم النبيلة التي ستمكن أبناءنا في المستقبل من الاعتزاز بلغاتهم وثقافاتهم، ومن ثم كيانهم الذي لا يكتمل عوده وبنيانه إلا بحب هذه اللغة العربية، مع حب كثير من الأشياء الحميدة والأخلاق النبيلة. ولما نربط أبناءنا باللغة العربية، إننا في الحقيقة نربط أنفسنا بهذه اللغة العربية. أنا أحاول أن أتحدث بالفصحى على الأقل، لأنه لا يمكن أن نقول مع اللغة العربية ثم ندلف إلى العجمة في كثير
من هذا البرنامج، ولكننا مشاهد الكريم أننا نعيش وسط أماكن وبيئات يكثر فيها الكلام الدارج، الكلام غير الفصيح، وبالتالي نحن نتاج تلك الأسواق والبيئات، وإنما المرء من بيئته، ولكن دوما نحاول أن نركن وندلف إلى الحديث الفصيح، لأن واحدة من أهداف هذا البرنامج هو أن نقوم لساننا ونصحح مسار الحديث قدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن تمكنا فلله الحمد، وإن أخطأنا ووقعنا في التصحيف نرجو المعذرة. فإننا نقول أيها المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، عندما نقول كيف نربط أبناءنا بحب اللغة العربية أو باللغة العربية، أولا يجب أن نعترف أننا نحن الكبار، نحن الآباء، نحن الأمهات بحاجة ماسة إلى هذه اللغة، لأننا إن لم نكن بحوجة إليها وإن لم نحبها ذلك الحب المأمور به دينا وثقافة وفكرا وحياة ومن ثم إلى الآخرة، فإنه من المستحيل أن نغرس ذلك في النشء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فينبغي أولا أن نرسخ حب هذه اللغة في نفوسنا، وأن نعتز ذلك الاعتزاز الذي يليق بمقام ومكانة وريادة هذه اللغة، أي اللغة العربية. فاللغة العربية هي أغنى اللغات، وهي أفصح اللغات، وهي كذلك رائدة الحضارة الإنسانية، وهي كذلك المفتاح لفهم أسس وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وهي أيضا باب من أبواب التعلم الدنيوي. من عرف اللغة العربية وتعلم بها وتفنن بها عرف فنونها وآدابها، لن تقف أمامه أي لغة في الدنيا. وكما يقال إن اللغة العربية هي باب من حديد وبيت من خشب. كيف تفتح هذا الباب؟ مجرد أن تدخل وفتحت الباب الحديدي جوا أو داخل المنزل اللغوي اللغة العربية، فإن البيت من خشب، يعني من خشب بمعنى يمكن أن تتفنن وتجد فيه الكثير من الجمال والراحة النفسية. فأولا يجب علينا أن نعتز نحن الكبار بأن هذه اللغة هي يعني لغة واجب علينا محبتها، ومن ثم نغرسها ونرسلها إلى أبنائنا جرعة جرعة. ومن الأشياء التي يمكن أن تساعد الكبار في أن يربطوا أبنائهم بحب هذه اللغة العربية، هنالك جملة من الأشياء أنا سأتحدث عنها. أولا لا بد أن نعتز باللغة العربية مكانة وإمكانية. إن الاعتزاز باللغة العربية يجعلك أولا أنك تشعر بشيء من الفخر، بشيء من العزة، بشيء من المكانة السامية في هذا الكون. ولم تقف كثير من الأشياء أمام اللغة العربية في أنها يعني تفاعلت مع كل ما ينتجه الإنسان من حضارة وعلم. وكما قال الشاعر الكبير في قصيدته المشهورة، ومع الأسف الشديد اللغة العربية تنعى حظها بين أهليها، لحافظ إبراهيم: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، إلى أن قال: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي،
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي. إلى آخر القصيدة. الكلام هذا أو هذه القصيدة الرائعة قالها قبل عشرات السنين، وتدحرجت كرة هذه اللغة العربية بفعل أبنائها وبفعل مؤامرات من يسوسون لهذه الأمة أن لا ترتقي إلى دروج العلا والمجد ومدارج الفخر. فوقع الذي وقع، وكثير من الناس لا يشعرون باعتزاز في علمهم أو باعتزاز بمكانتهم الاجتماعية والعلمية وغير ذلك، إلا أن يدلفوا إلى لغة الأعاجم. يعني يشعر بفخر عندما يتحدثون ويدخلون كلمة كلمتين ثلاثة وهم يتحدثون، سواء كان بالإنجليزية أو بالفرنسية وما إلى ذلك، وأكثرهم اللغة الإنجليزية طبعا باعتبارها هي لغة السيطرة الآن. فلا يشعرون بتلك المكانة إلا أن يدخلوا بعض كلمات عجمة في حديثهم. وهذه واحدة من الحروب التي وجهت على هذه اللغة ورجالها وشعبها وأمتها. ولذلك علينا أن نعتز، وأنت تتحدث حتى لو لم تدخل ولا كلمة واحدة عجمة في حديثك، عليك أن تعتز أنك تتحدث لغة عالمية عظمى، لغة هذبت شعوب وأمم وساعدت أو تمكنت في الارتقاء بالإنسان أخلاقا وحضارة وعلما. وما كل هذه العلوم التي بنيت عليها العلوم الحديثة إلا ومنبعها هذه اللغة العربية، والذي يقلب التاريخ سيجد ذلك. بالتالي إن الاعتزاز باللغة العربية مكانة وإمكانية جزء من الثقافة والحضارة للمسلمين، ولا نقول الحضارة الإسلامية كما يقول كثير من الناس، لأننا عزيز المشاهد إذا ما قلنا الحضارة الإسلامية فإن الحضارة أو لكل حضارة أوجها ولكل حضارة قوتها، أولا منشأها ثم شبابها وقوتها، ثم بعد ذلك تنحدر وتنتهي وتموت، وكل الحضارات هكذا. فإننا ينبغي أن نقول حضارة المسلمين، لأن المسلمين يمكن أن يوجدوا اليوم ويمكن أن يتراجعوا، إنما الإسلام هو الدين الحق الذي لا يتراجع ولا ينتهي. بالتالي من الصحيح كما يقول كثير من العلماء أن نقول حضارة المسلمين وليس الحضارة الإسلامية، حتى نخرج من المفاهيم والمصطلحات التي يمكن أن تدخلنا في مسائل غير ذلك. لذلك أنا أميل أن نسمي حضارة المسلمين. هذه اللغة ساعدت المسلمين من بناء حضارة مرتكزها هو الإسلام، قيمه ومبادئه. ولذلك إن الاعتزاز بأنك تفهم اللغة العربية وتتحدث بها لتعرف مكانتها. اجلس مع غير العرب، مع غير المتمكنين من الحديث بها، اجلس مع من يفتخر بعض الناس بلغاتهم، وليس وكلنا بشر، نحن مأمورون دينا وخلقا أن نحترم جميع البشر. لكن هنالك من يضع إنه يعني أصحاب غير اللغة العربية هم أكثر الناس حضارة وتقدما، فاجلس إلى أولئك وقل لهم إنك تتحدث العربية، سيبهرونك بمدى إعجابهم بك، وسيشعرونك أنهم فقراء وأنت الغني، والغني الله سبحانه وتعالى. هكذا يقولون لنا كثير من نجلس معهم، عندما تقول له يقول لك ما هي لغتك الأساسية، أي اللغة التي تتحدث بها أو لغة النشء.
فعندما تقول لهم اللغة العربية هي لغتي الأولى فيحيونك تحية عظمى ويقولون لك أنت رجل غني ونحن الفقراء. والله هكذا يقولون كثير من الذين نلتقيهم من الفرنجة وغير العرب، ولكن المشكلة فينا نحن الذين وهبنا الله. واللغة العربية بالمناسبة بالنسبة للإنسان العربي الذي يتحدث بها فأكبر هبة من الله سبحانه وتعالى أن يفتح لسانك بهذه اللغة الجميلة. ومن فتحت لسانه باللغة العربية أو فتح لسانه عفوا فإن بإمكانه أن يفتح لسانه على أي لغة في الدنيا مهما كانت ومهما عظمت ومهما صعب أمر تعلمها. طبعا تخضع لأشياء كثيرة، لكن في العمر العادي يمكنك أن تتعلم كل اللغات، لأن مفاتيح كل اللغات في هذه اللغة. وهذا ليس افتراء ولا زعما، لكن هذه هي الحقائق الماثلة. والله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها هو فأرسل رسوله العربي خاتم الأنبياء والمرسلين، وأرسل كتابه الفاصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أنزله كتابا عربيا مبينا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كما في قوله تعالى. فإن الاعتزاز باللغة العربية يعزز مكانتك أنت أولا، ثم يساعدك على أن تنقل لابنك أو بنتك هذه اللغة. فإن الاعتزاز هذا ركن أساسي في ربط أبنائنا باللغة العربية. فاصل قصير سادتي ونعود إليكم في رحاب هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. كونوا معنا سادة المشاهدين. وعدنا إليكم مشاهدينا الكرام، والعود أحمد كما يقال. واحدة أيضا من الأشياء التي يمكن أن تربط ونربط أبناءنا باللغة العربية هو عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة أن نعترف بأن اللغة العربية في إريتريا تحمل بعدين أساسيين، أولهما البعد الديني، ثم ثانيا البعد الوطني أو العكس. وعندما نقول البعد الديني بما نشاهده أو بما هو عليه الوضع الآن، هذا البعد الدين الإسلامي. ولكن إذا رجعنا قليل فإن اللغة العربية كما تطرقنا إلى ذلك في حلقات سابقات، فإن لغة الأديرة والكنائس فيما سبق من عهود وأزمان كانت باللغة العربية. وكثير من الناس أو كثير من الإخوة المسيحيين سواء كان في وجزء قليل في إريتريا من الإخوة المسيحيين بالذات الذين تلقوا تعليمهم في مصر ودول الشام يتحدثون ويقرؤون كتابهم القديم والجديد المكتوب باللغة العربية. أما إذا ذهبت إلى مصر والشام وما إلى ذلك فإنك تجد عدد هائل من الإخوة المسيحيين متمسكين بدينهم وبعقيدتهم المسيحية بشيء أو بالكتب المكتوبة باللغة العربية. في إريتريا هذا الوضع مختلف شوية، لأن تمت محاربة هذه اللغة داخل إريتريا، وإلى حد كبير ارتبطت اللغة بالمسلمين، لأن المستعمرين سواء كان من أبناء الأرض إريتريا أو الوطن أو من غيرهم كأنهم فرضوا أو حكموا على أن هذه اللغة هي خاصة بالمسلمين، وليس في ذلك زعم أو خروجا عن الواقعية، ولكن كونه يحصروها في المسلمين لوحدهم هذا كان شوية مخل بالتركيبة الوطنية. لكن لا نستطيع أن ننفي أن اللغة العربية بالنسبة للرجل المسلم والمرأة المسلمة والطفل والشاب وما إلى ذلك تعلمها فرض أساسي،
أن تعرف دينك لا بد أن تعرف اللغة العربية، حتى لو كنت من غير الناطقين بها، فبها يكمل إيمانك، وبها تدخل هذه الملة الحنيفية، بها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله باللغة العربية، ثم تقول الشهادة بأي لغة كنت. لكن العرف السائد في إريتريا أن المسلمين جميعا، حتى من كل الطوائف، من كل القبائل أعني والإثنيات، عندما يدخلون إلى الإسلام فإنهم ينطقون الشهادة باللغة العربية دون أي صعوبة تذكر، وفي ذات الوقت هي لغة العوام ولغة الشارع وما إلى ذلك. ثم تتعمد وتترسخ لغتك العربية وأنت من أمة الإسلام، فبغير اللغة العربية لا تصح صلاتك مهما كانت، وبغيرها كذلك لا يمكن أن تفهم دينك. صحيح يمكن أن تقرأ أشياء مكتوبة باللغات المحلية، لكن الواقع يؤكد على أن كل المسلمين في إريتريا علاقتهم بهذه اللغة العربية متساوية، وقليل من الإخوة المسيحيين أيضا يعرفون هذه اللغة. ما نود أن نقوله عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن الاعتراف بأن للغة العربية في إريتريا بعدين أساسيين، ديني ووطني، هذا يعتبر مفتاح أساسي لنقل وحب مكانة هذه اللغة في أبنائنا. ليس كافيا أن تقول اللغة هي مجرد وسيلة للتحدث بها أو ما إلى ذلك كما يروج لها أولئك المستعمرون الجدد الآن في إريتريا. اللغة العربية في إريتريا ليست مجرد وسيلة للتواصل والتفاهم، لا، هنالك بعد ديني وهنالك بعد وطني. عندما نقول البعد الديني أنها وحدت هذا الكيان المسلم الموجود في إريتريا، هذا في الجانب الديني، لأنه بدون اللغة أنا لا أقول لا يصح إسلامك، لكن أنت بحوجة إلى هذه اللغة. ستقرأ بها كتاب الله، ستقرأ بها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ستعرف بها السيرة النبوية العطرة، ستعرف من خلالها التاريخ الإسلامي، وهذا لا يعني أن هنالك بلغات أخرى مكتوب. أما في الجانب الوطني، وإن حتى المسلمين بحد ذاتهم، هذه القوميات الكثيرة التي حبانا الله بها في إريتريا، هذا التنوع والتعدد القبلي والإثني والعرقي، المسلمون هذه اللغة توحد فكرهم وتوحد وجدانهم وتوحد كيانهم، يعني هي آلية الجمع والتوحيد حتى للمسلمين. وفي البعد الوطني عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة، فإن اللغة العربية هي الجامع لهذا الكيان وهذا الفسيفساء الوطني قبليا أو عقديا وما إلى ذلك. وبالتالي يعني إفراغ اللغة العربية في إريتريا من بعديها الديني والوطني هو تماهي مع السياسات الاستعمارية القديمة. وخير مثال كما قلت وسأقول حتى يعني تعود الأمور إلى شكلها الطبيعي، أنه كل من يقف أمام هذه الحقيقة فإنه يتماهى ويطبق تلك السياسات الاستعمارية وإن تلون بألوان وطنية. وبالتالي الاعتراف بهذه الثنائية أن اللغة العربية في إريتريا تحمل بعدين ديني ووطني، أن ننقله للأبناء، هذه مسألة في غاية الأهمية عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. طيب، عندما نقول أبناءنا وبناتنا كيف ننقل لهم حب هذه اللغة العربية؟ إن الأبناء والبنات في هذه اللحظات التي نتحدث بها يعني يمكن أن تقسيمهم إلى مكانين جغرافيا. هناك من هم داخل البلاد وهناك من هم خارج البلاد، وتكاد النسبة للأسف الشديد تكون ما هم بالداخل والذين بالخارج تكاد تكون نسبتهم عددا متقاربة إن لم تكن أكثر. وهذه بحد ذاتها مفارقة غريبة جدا جدا، أن تحتفل البلاد أو عفوا عزيزي المشاهد، يعني نحن منذ أن رفعنا العلم ومنذ أن رفع النشيد
ومنذ أن عرفت إريتريا كدولة مستقلة ذات سيادة مر علينا 30 عاما. ورغم ذلك ما خرج، الأعداد التي خرجت في خلال 30 سنة المستمرة هي أعداد كبيرة للغاية، وأعداد يمكن لم تخرج حتى في زمن الاستعمار، وبالتالي أعداد هائلة الآن تقيم بالمهجر. فإلى الذين في الداخل كيف نربط أبناءنا؟ أنا لا أتجاسر هنا عزيز المشاهد أن أتحدث للذين داخل الاحتلال، داخل الاستعمار، داخل القهر اللغوي السياسي، حدث ولا حرج، حتى العقدي الديني، فإنهم أدرى بأن كيف يواجهون. ولولا صمودهم، ولولا عزمهم وقوتهم، لما صمدت اللغة العربية في إريتريا طوال هذه السنين، وليست 30 عاما ولكن منذ العهد الاستعماري. لكن نذكرهم فقط، لأن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله عز وجل، نذكرهم بأن هذه الظروف التي يعيشونها هي ظروف استثنائية، وستتغير المشاهد والأحداث، وشاهدنا كيف أن التاريخ يعيد نفسه. بالتالي التمسك باللغة العربية هو موجود في الداخل، وأهل الداخل أدرى بأوضاعهم، وكل يوم يؤكدون يعني تمسكهم بهذه اللغة. وبالتالي مزيد من الارتباط أيها الأحباب. تعلموا تحدثوا إلى أبنائكم باللغة العربية، وتحدثوا إليهم بحب هذه اللغة. أغرسوا في نفوسهم وفي عقولهم أن هذه اللغة لها مكانتها الدينية ومكانتها الوطنية ومعزتها الفكرية والاجتماعية كذلك. ويكفي أن اللغة العربية هي واحدة من اللغات العالمية الكبرى اليوم، وربما لو عمل الناس كل الذين في أمة الإسلام إلى نشر هذه اللغة لكانت اللغة الأولى في العالم. ولكن إن شاء الله سيأتي اليوم الذي تنتشر فيه هذه اللغة وتعيد مكانتها. وبالتالي أهيب وأشيد بكل الجهود الموجودة في الداخل، سواء كان في شكل الخلاوة، في شكل الدروس الخاصة، وفي الارتباط. ومن يعرف إريتريا حتى في ظل هذه الطغمة الحاكمة ومجاهدات الناس، ونراهم طبعا في الاحتفالات، وعلى الرغم من السياسات الهدامة التي استهدفت اللغة سواء كان في مدارسها أو في معاهدها وغير ذلك، ولكن هنالك ارتباط. وبالتالي مزيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشد من أزرهم ويمكنهم من تعلم وممارسة اللغة العربية. نأتي إلى الفئة الموجودة في الخارج. هذه الفئة الموجودة في الخارج، أولا فلنعلم جميعا أننا في الخارج، الذين نقيم في الخارج سواء كنا في بلاد أوروبية، في بلاد أمريكا، في أستراليا، في الشرق الأوسط، في إفريقيا، أينما كان الإريتري. وطبعا يعني الإريتري يعني ربما لا تجد مكانا في الدنيا وإلا فيه واحد أو اثنين، إن لم يكن بالعشرات أو المئات. وبالتالي علينا أولا نحن الذين في الخارج علينا أن لا نستسلم للواقع الذي نعيشه. نعم الظروف صعبة والتحديات كبيرة والإمكانيات ربما تكون محدودة، لكن توظيفا بما أتيح لنا كثير من أدوات التعلم وأدوات التعلق بهذه اللغة العربية، إذا ما وظفناها توظيفا صحيحا وتوظيفا يعني مسؤولا وواعيا، فإننا يمكن أن نسهل الكثير من الصعاب. أولا، واحدة من الأشياء التي ينبغي أن نتحلى بها الأسر الموجودة في الخارج، أولا أن تكون لغة الداخل هي اللغة العربية. صحيح هناك بفعل فاعل أو بشيئا من يعني بحسن النية، نحن لا نسيء إلى نوايا الناس، لكن يقولون لا بد أن يتحدث الأب أو الوالدة الأم باللغات التي ينتمون إليها، وحتى لو مسلمين أو غير مسلمين.
نحن لسنا ضد هذه المسألة، يعني أن تعلم ابنك وبنتك اللغة التي يعني تنتمي إليها من هذه القبيلة أو تلك، احترام الكامل لكل لغات القوميات أو القبائل خلينا نسميها، لكن واجبك الديني والواجب الوطني يملي عليك أن تعلم أبنائك هذه اللغة، أن تعتز بها. وبالتالي مع حديثك اللغة الأخرى التي تتحدث بها، أو في وحدين يسموها كمان لهجة، لكن أربط نفسك عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة الكبار أعني، أربطوا يعني خلوا اللغة العربية تتنفس في البيت قدر المستطاع. ليس بالضرورة أن تتحدث فصيحا وما إلى ذلك، لكن اتكلم بالمستوى الذي تستطيع الحديث به. وبعدين عندما توجه أبنائك كيف يتعلموا، هم الأبناء الأدوات، أدوات التعليم والتبصر والتنوير متاحة أمامهم، سيبهرونك في أنهم تعلموا هذه اللغة من هذه الوسائل، سواء كان تلفاز أو الأجهزة الحديثة، وأدخل إلى النت وحيبحثوا وحيلاقوا كمية من الأدوات التي يمكن أن يتعلموا بها لغتهم الجميلة. كذلك أدفع بالأبناء والبنات إلى المراكز، إلى المساجد، إلى المعاهد، إلى الدورات القصيرة والطويلة. وكذلك نظموا لأبنائكم يعني معلمين، وأدفعوا لهم شيئا مما تمليه عليكم مسؤوليتكم الدينية والوطنية. يعني أن تدفع شيء، أن تعلم ابنك وبنتك أن لا يكون مسلوب الإرادة، أن لا يكون يعني منبت، وإن المنبت لا أرضا قطع ولا زهرا أبقى كما يقال. لا تقطعوه من أصوله. نعم، خليه يتحدث أي لغة، اللغة التي لغة البلد التي يقيم فيها، واللهجات الأخرى التي نعتز بها جميعا، لكن أربطوه ربطا مباشرا باللغة العربية. إذا ما ربطوه ربطا مباشرا باللغة العربية سيحافظ حتى على قيمه وعلى مثله وعلى أخلاقه الوطني والديني في نفس الوقت. ولذلك هذه واحدة من الأساليب. وكذلك يعني وأنتم تجلسون معهم افتحوا لهم القنوات التي تتحدث باللغة العربية، وقولوا لهم إن هذه واحدة من اللغات الهامة جدا، وهي لغة واجب عليك تعلمها، لأنه لو لم يتعلم هذه اللغة ويربط مزاجه ونفسه وعقله وفكره بها، فإنه ربما لا يرتبط بالقيم التي أمر بها الإسلام. صحيح ممكن أن يقرأ القيم وحتى كثير من الكتب الدينية، كتب الإسلام، بلغات أخرى، لكن جزء من هذه العقيدة أن تربطه باللغة العربية، لأنه سيصلي بها، سيقرأ بها، وسيتهجد بها، وسيدعو. والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم كل لغات الدنيا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخفية. ولذلك أدعوه بأسمائه الحسنى بأي لغة كانت، ولكن أن تدعوه باللغة العربية أعتقد لها خصوصيتها ولها مكانتها. ولك أن تعتز عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة بأنك جزء من الأمة الإسلامية التي تعتز بعروبتها وتعتز بلغتها، لأنه هو لغة القرآن الكريم. واعتز عزيز المشاهد كما نعتز نحن، ونحن نتحدث إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فيوضات نعمه اللغوية، ويقوينا للحديث عن اللغة العربية، لأننا بها ولها نعمل، وبها سنرتقي إلى مراقي المجد، وفي نفس الوقت سنعرف ديننا الحنيف. هذا وبالله التوفيق عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذا ما أعددناه لكم في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية. تحدثنا وأشرنا إشارات كيف نربط أبناءنا بحب اللغة العربية، ولكل طريقته ولكل أساليبه ولكل إمكانياته. فاستغلوا أيها الأحباب
ما هو أمامكم لربط أبنائكم بهذه اللغة العربية، لغة القرآن ولغة الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام. تحية لكم من القلب، وآمل سيداتي سادتي أن ألتقيكم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. تحياتي مجددا محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، وكذلك تحيات الزملاء في المونتاج والإخراج والإشراف العام من شبكة سلام الإعلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.